السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا يا رب وعلى المسلمين. انا طبعا عاملة تورتة، بس انا بصراحة انا مش بحتفل بالسنة الجديدة خالص يعني. بس انا آم، لقيت ان الاسبونج غالي جدا، يعني الاسبونج غالي جدا. انا مش عارفة يعني هو وصل كام بالظبط دلوقتي، بس انا سمعت ان الناس عمالة تتكلم على الاسبونج، بما انهم يعني ايه اكتر الناس بتحتفل وكده، فعايزين يعملوا تورت. فالاسبونج غالي جدا. فانا عارفة ان اللي بيطلع اوردرات وكده هو اللي بيعمل اسبونج، بيبقى بيعمله في البيت وكده. فانا قلت ادخل اجرب. والله انا فعلا عاملاها يوم 31، بس انا مش قصدي خالص ان انا اعملها. انا بالصدفة كده، انا كده كده اصلا ما اشتريتش اي حاجة. يعني انا ما اشتريت لهاش اي حاجة خالص. انا دخلت قلت هجرب، هي جت في دماغي كده، فقلت هجرب علشان بما ان الزبون شغلي. فانا قلت هعمل حاجة صغيرة كده بكوبايتين دقيق، وهاحاول كل مرة اعملها لحد ما ايه مظبوطة. بس بصراحة انا ما كنتش اعرف ان هي هتطلع بالجمال ده، والله العظيم بجد انا ما كنتش متخيلة يعني المبلغ اللي في الاسبونج ده. احنا بمعلقة محسن واحدة بتحول الكيكاية لتورتة، يعني بتحول الكيكة لتورتة، بتحول الكيك لسبونج. بصراحة جميلة جدا، نفس طريقة الاسبونج اللي انتوا عارفينها، بس هتزودوا معلقة محسن، وهتحطوا معلقة من البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف. بس نفسها بقى، ونص كوباية مية، لو على ربع كيلو دقيق 3 بيضات، نص كوباية المية معاها، معلقة الخل. بس كل ده هينضرب بالمضرب لحد ما يعمل الفوم اللي انتوا عارفينه، وهتدخل الفرن زي ما انتوا برضو عارفينه كده، وهتطلع نزينها مع بعض زي ما انتوا شايفين. علشان بقى تخلّوا التورتة دي تبقى، بُصّوا بقى perfect كده زي المحلات، وتبقى بجد يعني حاجة بقى قيّمة أنتم بتاكلوها بقى، يعني مثلًا أفخم المحلات وكده. هتعملوا إيه، هتشتروا كريمة تكون كريمة حلوة. يعني مثلًا أنتم عملتوا الإسبونج في البيت أهو، الكريمة بقى معلش يعني مثلًا بدل ما تجيبوا مثلًا أرضى أنواع مثلًا أو أرخص أنواع، لأ أنتم إيه هتجيبوا نوع كريمة حلو شوية. شُفتوا بقى وأنا باعملها النور قطع، وللأسف يعني هي مش باينة كويس، بس إيه، آآ شغّلت كده الكشّاف وقُلت هاكمّلها برضه. التليفون. فالمهم إيه، بُصّوا بقى شغّلت الكشّاف كده قُلت برضه هاكمّلها. أنا بقى عملت إيه، الروزيتات ديّة أنا عملتها يعني عادي، مش ممكن تتعمل بأي قمع وكده، ممكن تعمل بالكيس، لاني انا عملتها كده وبعدين قلت ايه، هعمل الشكل اللي هو الوردة اللي بالمعلقة، اللي انا هسحبها بالمعلقة كده. بس بصراحة لقيت شكلها حلو قوي كده، فسبتها زي ما هي. شكلها ايه بقى، شكلها اكنك كده حاطة مارشميلو على الوش، يعني التزيين ده اكنك حاطة مارشميلو على الوش. هو للأسف مش باين هنا، بس هيبان في صور كده في الاول، فشكلها هيبان فيها شكلها حلو قوي. وبصوا بقى حاجة بسيطة خالص كده والله انا ما اشتريت اي حاجة خالص. هي كوبايتين الدقيق كانوا موجودين عندي، وكنت عاينة فعلا 3 بيضات، قلت عشان ايه، اعمل بيهم هريسة او كيكة او اي حاجة كده. وبرضو شوية الكريمة دول كانوا فاضلين من عيد ميلاد كارما بتاع المرة اللي فاتت. بصوا بقى شكلها بدأ يظهر اهوت. هي مفيهاش اي حاجة خالص. آه الروزتات اللي من تحت ديت انا عملتها بقى بالمعلقة كده، بصوا عملت الشكل ده. كارما اول ما شافتها بقى ايه ده، ايه البصلاية دي، انت عامله لي شكل البصلة، وانا اكل بصلة ليه انا، وانا اكل بصلة وضفر ليه. وضفر بقول وبصوا لها انا اكل ضفر وانا بصل ليه واكل البيبيز ليه. بقى انا حطيت لها، كان موجود بقى شمع عندي كده فحطيته، ادالها بقى شكل جميل قوي. بصراحة سهلة خالص بقى، واتعملت بسرعة جدا. ولو عجبكم بقى التورتيه والفيديو، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.